في كل سنة قبل رمضان بأيام نتحمس، نضع الجداول، نعد أنفسنا بالختمات، ونقسم أن هذا الرمضان سيكون مختلفاً. يأتي أول يوم حماس ونشاط، الثاني، الثالث، ثم تأتي النكسة. يعود الهاتف ليدك لساعات تتثاقل عن التراويح، ويصبح همك الوحيد هو مسلسلات العرض الأول أو ماذا سنأكل اليوم. وينتهي الشهر وأنت تشعر بنفس الخيبة المريرة. لماذا فشلت مرة أخرى؟ الجواب ليس لأنك سيء ولا لأنك ضعيف الإيمان. الجواب بسيط وقاس. أنت دخلت الماراثون بدون إحماء. أنت حاولت رفع وزن ثقيل رمضان بعضلات ضامرة طوال السنة، فحدث لك تمزق روحي. بقي 18 يوما. هذه الأيام ليست للانتظار، هذه أيام المعسكر التدريبي. إذا لم تبدأ اليوم فلا تتوقع معجزة في أول ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان. الصحابة كانوا يغلقون حوانيتهم وينكبون على المصاحف في شعبان. لماذا؟ لأنهم يعرفون قاعدة نفسية وجسدية خطيرة: الجسم والعقل يقاومان التغيير المفاجئ. تخيل شخصاً مدمن سكر وكافيين وهاتف طوال 11 شهراً، ثم فجأة في يوم واحد يقرر قطع كل هذا والتركيز 100% في العبادة. ماذا سيحدث لدماغه؟ دماغه سيصرخ طالباً الدوبامين، سيحاربه بالملل، بالنعاس، بالضيق. وهذا ما يحدث لك في الأيام الأولى، فتهزمك شهواتك وتستسلم. 18 يوماً المتبقية هي فرصتك الوحيدة لعمل دوبامين ديتوكس أو تطهير تدريجي، لكي يدخل عليك رمضان وجسمك قد اعتاد وقلبك قد لان، فلا تضيع أنفس أوقات الشهر الفضيل في مصارعة نفسك. لن أقول لك كلاما عاما، إليك خطة عملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل صافرة البداية. 1. ابدأ الفطام الرقمي. من اليوم قلل استخدام هاتفك ساعة واحدة يومياً. استبدل محتوى التفاهة بمحتوى يرقق قلبك. لا تدخل رمضان وعقلك مشبع بضجيج التيك توك والريلز، وإلا ستجد القرآن ثقيلاً جداً على لسانك. نظف أذنيك وعينيك الآن. 2. تدريب عضلة الصيام. لا تنتظر أول يوم، صم يوماً واحداً على الأقل كل أسبوع من الآن، أو صم الأيام البيض المتبقية. عود معدتك وعود دماغك على فكرة الامتناع. اجعل الصدمة تحدث الآن، لا في أول يوم رمضان. 3. فتحة القرآن. لا تضع جدولاً لختم 5 أجزاء الآن، فقط افتح المصحف يومياً لمدة 15 دقيقة، فقط لتكسر حاجز الهجر. اجعل عينك تألف كلام الله مجدداً، كما يسخن اللاعب قبل المباراة. سخن قلبك بالقرآن. رمضان هو سوق ينصب ثم يفض، ويربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. والخسارة الحقيقية ليست أن يفوتك مسلسل، الخسارة هي أن يغفر للناس وتكون أنت خارج القائمة لأنك كنت مشغولا بترويض نفسك التي لم تروضها من قبل. أمامك 18 يوما، إما أن تجعلها أيام نوم وانتظار للطعام والمسلسلات وسينتهي رمضانك كما انتهى قبله، وإما أن تعلن حالة الطوارئ الآن وتبدأ معسكر الإعداد. اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال وغير فاقدين ولا مفقودين. ابدأ الإحماء الآن، والسلام.